أخي في الله، سألتك سؤالا والله يسألك سؤال. قال تعالى في سورة المدثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما سلككم في سقر؟ فأجابوا وقالوا لم نك من المصلين. قالوا لم نك من المصلين. أخي في الله، ألا تستحي من الله عز وجل؟ تسمع الآذان ولا تذهب إلى المسجد، بل تجلس في الطرقات وفي المقاهي وأمام التلفاز. فماذا تفعل عندما يسألك الله عن الصلاة؟ أتقول لله عز وجل: كنت أجلس على المقاهي، أم كنت أجلس في الطرقات أنظر إلى ما حرم الله، أم كنت أجلس أمام التلفاز أشاهد ما حرم الله؟ وكل الشواهد الثلاثة تلهيك عن ذكر الله، أخي في الله، لقد قال الله تعالى في سورة الماعون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لقد توعد الله سبحانه وتعالى الساهين عن صلاتهم بالويل. وما أدراك ما الويل؟ فالويل هو واد في قعر جهنم والعياذ بالله، تستغيث منه جهنم والعياذ بالله، فما بالك بالإنسان الذي لا يصلي؟ أخي في الله، لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: ما بين الرجل والشرك أي الكفر ترك الصلاة. أخي في الله، ألا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ كان يصلي حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. وأخي الحبيب، أختي الحبيبة، ما أطلبه منك إذا سمعت المؤذن فاذهب إلى المسجد وأعطي حق الله عليه قبل أن يأتي يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخوتي في الله، أسمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أخوتي في الله، لقد قال الله تعالى في الآية 9 من سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا